تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل لو عملنا هوية بصرية لمصر؟ السعودية مثلا كل سنة بيعملوا هوية بصرية كاملة لليوم الوطني، شعار والوان وخطوط وتصميمات موحدة في كل مكان، كله شكل موحد بيعزز ويعبر عن بلدهم. طب ليه احنا كمصر ما نعملش كده؟ هتبقى حاجة جامدة والله. مصر واحدة من اقدم الحضارات، الفراعنة كانوا اول ناس يستخدموا الرموز والايقونات بشكل منظم على جدران المعابد، ومعروفة بانماط بصرية في الفن والمعمار. ده غير ان احنا عندنا كنوز بصرية مش موجودة في اي بلد تانية، من الحضارة الفرعونية والاسلامية والاقصر واسوان للنوبة واسكندرية وصعيد مصر، للمأكولات للناس نفسها وغيره كتير. عندنا تاريخ وثقافة وروح، ولكن مفيش حاجة بتجمع ده كله بصريا. ليه مفيش حاجة موحدة تعبر عن حضارتنا وثقافتنا؟ يعني تخيل كده يبقى فيه شعارات موحدة لكل القطاعات، والوان بتمثل هوية مصر، وفونت رسمي نستخدمه في كل حاجة، تصاميم تعكس حضارتنا وثقافتنا بستايل عصري. احنا عندنا ماتيريال نقدر نعمل بيها شغل عالمي، ومع ذلك لسه مفيش فيجوال ايدنتيتي حقيقية بتعبر عننا كشعب وثقافة مصرية. فده سؤال يستحق النقاش. لو انت مصمم او حتى مش مصمم، شاركنا رأيك. وسؤال اهم، احنا فعلا محتاجين ده ولا شايفين ان دي رفاهية؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات.